يا بنتي احنا بقالنا ساعة بنلف في الممرات الضيقة دي. الجو هنا بقى كاتم قوي وانا بدأت ازهق من الريحة والضلمة دي. كان لازم يعني نطلع لحد هنا. يا هيثم اصبر شوية، احنا قربنا نوصل لغرفة الملك. المكان ده فيه طاقة غريبة ومختلفة عن أي حتة تانية، بس حاسة إن الهوا بدأ يقل فعلا والمكان بيضيق. طاقة ايه بس؟ دي شوية طوب مرصوصة فوق بعضها من آلاف السنين. بص الحجر ده مثلا بارز لبره وشكله مخلوع، لو لمسته بس ممكن يقع في ايدي. يا هيثم اوعى تلمس أي حاجة، انت عارف إن الأماكن دي ليها حرمتها، وبلاش استهتار بالله عليك. أنا قلبي مقبوض من ساعة ما دخلنا الممر المظلم ده. اهو، شفتي؟ ما حصلش حاجة. الحجر اتحرك من مكانه سنتيمتر واحد بس. مفيش لعنة ولا في بطيخ، كله كلام فاضي بيضحكوا بيه علينا. صوت اهتزاز خفيف جدا. انت عملت ايه يا مجنون؟ سمعت الصوت ده؟ الارض اتهزت تحت رجلينا. يا هيثم رجع الحجر مكانه حالا، انا مش مطمنه للهدوء اللي حصل ده. هدوء ايه؟ ده صوت الهوا في الفتحات. ما تكبريش الموضوع يا سلمى. الممرات دي اصلا بتعمل صدى صوت غريب. تعالي نكمل طريقنا وبطلي تتوهمي نفسك بحاجات. ده مش صدى صوت يا هيثم، انا حاسه ان الحيطان بتقرب من بعضها. بص وراك كده، الحجر اللي انت خبطته بدأ ينزل منه تراب اسود غريب وشكله بيتحرك. تراب ايه؟ ده مجرد غبار قديم وقع لما خبطت. استني كده، هو ليه النور اللي في ايدي بدأ يرعش؟ البطارية لسه جديدة، اكيد في تداخل مغناطيسي هنا. النور مش بيرعش يا هيثم، النور بيموت، كأن الضلمة هي اللي بتاكله. والتراب ده مش غبار، ده بيتحرك كأنه كائن حي. احنا لازم نخرج من هنا فوراً. طب اهدي، انا بحاول اصلحه. الممر اللي جينا منه بقى بعيد قوي، والضلمة بقت تقيلة، كأن في ستارة سودة اتشدت ورانا فجأة. يا هيثم في حاجة لمست رجلي، حاجة باردة قوي زي التلج. أنا مش قادرة أتحرك، المكان ده فيه حاجة مش مفهومة، كأننا مش لوحدنا هنا. أنا كمان حسيت بحاجة، بس قلت يمكن طرف لبسك. بس الهوا هنا بقى ريحته غريبة قوي، ريحة قديمة قوي زي القبور المهجورة. تعالي نمسك إيد بعض كويس. الريحة دي بتخنقني، وصوت الهمس ده بدأ يعلى. انت سامع؟ في حد بينطق اسمك يا هيثم، صوت طالع من ورا الحيطان، صوت مش بشري خالص ومرعب. أنا سامع، بس ده مستحيل. مفيش حد هنا غيرنا. إزاي الصوت ده عارف اسمي؟ أنا بدأت أخاف بجد يا سلمى. لازم نرجع للمخرج بسرعة. المخرج اختفى. بص وراك، الحجر اللي انت خبطته قافل الممر تماما. احنا اتحبسنا هنا يا هيثم. اللعنة بدأت بجد، وانت السبب في كل اللي بيجرى. مستحيل، الحجر ده صغير. إزاي قافل الممر كله كده؟ أنا مش مصدق اللي بيحصل. كأن الهرم نفسه بيتحرك وبيدافع عن نفسه. الهرم مش بيدافع، الهرم بيعاقبنا. بص على السقف، الحجارة بتبدأ تنزل لتحت، كأن المكان بيطبق علينا. والهمس بقى صراخ عالي في وداني يا هيثم. سلمى، امسكي فيا جامد. انا هحاول اكسر الحجر ده باي حاجه. مش هنموت هنا. مستحيل تكون دي النهايه عشان مجرد خبطه حجر. لازم يكون في طريقه. مفيش فايدة، الضلمة بدأت تظهر منها أشكال، خيالات طويلة وعيون بتلمع. هم بيقربوا مننا. انت صحيت حاجة كانت نايمة بقالها آلاف السنين يا هيثم. انا شايفهم. الخيالات دي بتطلع من الارض، كانها مصنوعه من الدخان والرماد. سيبوني احاول اكلمهم. يمكن نقدر نخرج لو اعتذرنا عن اللي عملناه. تعتذر لمين؟ دول مش بشر عشان يسمعوك، دول حراس المكان. بص ايديهم بتمتد نحوك، هم عايزينك انت يا هيثم. انت اللي بدأت اللعنة بإيدك دي. اخرجوا بره، سيبونا في حالنا. سلمى، اطلعي ورايا فوق. في فتحه صغيره هناك فوق الحجر. يمكن نقدر نعدي منها لو اتسلقنا بسرعه قبل ما تتقفل. أنا مش شايفة فتحات، أنا شايفة نار باردة بتحوطنا، وصوت الضحك ده بيقطع قلبي. يا هيثم في إيد مسكت كتفي، الحقني يا هيثم، أنا بتسحب لورا. مش هسيبك، انا ماسكك اهو. مش هيقدروا ياخدوكي. احنا لازم نقاوم الخوف ده. هم بيتغذوا على خوفنا. اجمدي يا سلمى وغمضي عينيكي. مش قادرة أغمض، المنظر مرعب. الحيطان بقت بتنزف سائل أسود والأرض بقت زي الرمل المتحرك. إحنا بنغرق جوه تاريخ الهرم الملعون ده يا هيثم. بصي، في ضوء هناك، ضوء ابيض. يمكن ده المخرج. تعالي نجري ناحيته. ما تخافيش من الاشكال اللي بتظهر، دي مجرد اوهام. اجري يا سلمى بكل قوتك. ده مش مخرج، ده فخ. الضوء ده جاي من عينين كائن ضخم واقف قدامنا. بص طوله واصل للسقف، هو ده اللي كان مستنينا، هو ده صاحب المكان الحقيقي. رجلي، في حاجة شدت رجلي ووقعتني. سلمى، اجري انت، ما تقفيش علشاني. اطلبي المساعدة. انا هحاول اشغلهم عنك بأي طريقة. مش هسيبك يا هيثم، لو متنا هنموت سوا. الكائن ده بيقرب، وصوت نفسه كأنه عاصفة رملية. بص في عينيه، كأنه بيحكي قصة موتنا جوه الهرم ده يا هيثم. استني،
الحجر اللي أنا خبطته هو ده المفتاح، لازم أرجعه مكانه. لو قدرت أوصل له ممكن كل ده يقف. ساعديني يا أمي يا سلمى، لازم أوصل للممر. إزاي هتوصل؟ الممر اتقفل تماماً والحجارة بقت نار. بس استنى، أنا شايفة فجوة صغيرة ظهرت لما الكائن ده اتحرك. يمكن دي فرصتنا الأخيرة يا هيثم. أنا بزحف بصعوبة، الحجر أهو، التراب الأسود بيحاول يمنعني، بس أنا لازم أرجعه. سامحونا، إحنا ضيوف، ما كانش قصدي أهين عظمة المكان ده. بسرعة يا هيثم، الكائن رفع إيده هيضرب الأرض، لو خبطنا هننتهي. رجع الحجر حالاً، الهوا بقى بيغلي والضلمة بقت بتعض في جسمنا. بسرعة. أهو ركب مكانه بقوة. فجأة كل حاجة سكتت، الصوت راح والخيالات بدأت تتبخر. هل فعلا اللعنة وقفت ولا ده هدوء قبل العاصفة؟ النور رجع، الكشاف نور تاني والممر اتفتح. اجري يا هيثم قبل ما أي حاجة تانية تحصل. الهرم بدأ يرجع لطبيعته بس الضلمة لسه بتراقبنا من بعيد. أنا مش مصدق إن إحنا لسه عايشين. المخرج ظهر قدامنا أهو، ضوء الشمس باين من بعيد. مش هلمس حجر تاني في حياتي يا سلمى. احنا خرجنا فعلا، بس بص على ايدك يا هيثم، في علامة سودة محفورة مكان ما لمست الحجر. اللعنة مش هتسيبنا بسهولة، احنا خدنا حاجة معانا لبره. إيه ده؟ العلامة دي بتتحرك تحت جلدي، كأن في روح سكنت جوايا. أنا حاسس ببرد شديد رغم إننا في عز الشمس وبره الهرم. الحكاية ما خلصتش يا هيثم، دي مجرد البداية. الهرم سابنا نخرج عشان ينشر ظلامه بره. أنا خايفة من اللي جاي أكتر من اللي حصل جوه الهرم.